بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أيها الإخوة والأخوات، قرر العلماء أن يقوموا بإحياء ذكرى طوفان الأقصى وذكرى هذه الإبادة الجماعية التي تحققت في غزة بشكل لم يشهد التاريخ مثل هذا التدمير وهذه الإبادة الجماعية وهذه النازية والعنصرية وهذه القسوة الشديدة. نحييها ونبدأ من ذكراها الأولى اعتمادا على التاريخ الهجري، لنحتفل خلال الفرق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي 7 أكتوبر هذه الأيام العشرة نقوم بها نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والهيئات العلمائية الفلسطينية وغيرها، وعلينا أن نشارك جميعا في إحياء هذه الذكرى كل بقدره. نحن في الاتحاد والحمد لله خلال هذه السنة قمنا بكل ما نستطيع أن نقوم به من مؤتمرات، من ندوات، من بيانات، من فتاوى مؤصلة، من مقترحات عملية 9 مقترحات قدمناها لأمتنا الإسلامية والعربية، من مجهود إغاثي لشعبنا المنكوب في غزة، ولكن كل ما قدمناه أقل من الواجب أمام التضحيات، أمام التدبير، أمام الإبادة الجماعية. الواجب علينا أيها الإخوة الكرام كالآتي: أولا أخاطب القادة المسلمين بأن يقوموا بواجبهم في الجانب العسكري والجانب الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الدبلوماسية، هذا واجبهم. أو ما تكفي سنة من الدماء والأشلاء التي رأيناهم؟ لم تكفي هذه الجرائم في أن تتحرك ضمائرنا جميعا وضمائركم للفعل والعمل والمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية وبذل كل المجهود العسكري والمادي لمنع العدوان؟ وبالنسبة للشعوب يجب عليها أن تتفاعل بكل إمكانياتها، بكل قواتها، بمظاهراتها، وكذلك كل الأمور السلمية التي تستطيع أن تقوم بها شعوبنا العربية والإسلامية وشعوبنا الإنسانية أن تقوم بها لمنع هذا العدوان وإدانة هذا العدوان الغاشم المجرم. كذلك دعم إخواننا في غزة بكل الإمكانيات المالية والإمكانيات المادية والاقتصادية، وكذلك واجب الإعلاميين وواجب الدعاة أن يقوموا بواجبهم، كما نطلب من جميع إخواني الخطباء أن يخصصوا هذه الخطب اللاحقة لهذه الجرائم، لفضح هذه الجرائم وتحريك الأمة نحو الفعل، نحو الجهاد المالي والاقتصادي والعسكري. هذا المطلوب منا أيها الإخوة الكرام. سنة من الجرائم وفي نفس الوقت سنة من المقاومة الشريفة التي استطاعت أن تقف أمام كل هذه القوى. توجب علينا أن يكون لنا موقف أقوى من مواقفنا السابقة، كلنا، كل في مكانه، العلماء، الإعلاميون، القادة العسكريون، الحكام، الدول، واجبهم واجبنا اليوم أكبر. واليوم لم تكتفي دولة الاحتلال بغزة وضفة، اتجهت نحو لبنان، فلذلك قفوا هذا العدوان وكونوا مع إخوانكم في غزة وفي ضفة
وكونوا مع إخوانكم المنكوبين المظلومين والمقاومين أيضا، فهذا واجبنا أيها الإخوة الأحبة. أناشدكم الله أن تقوموا بواجبكم كل في مكانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.